الجمهوريات ودولة الحق والقانون، أحد أعمدة حزب التجمع الوطني للأحرار، مدرسة حقيقية في التواصل وفي الثبات على المواقف، قدوة للشباب والنساء، هادئ ومتزن، وزير ناجح، كان مدافعا دوما عن الأسرة والمرأة، وانتصر لولوج المرأة لميدان العدالة تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك. أخوات والإخوة، مسك ختام هذه الكلمات مع الأخ محمد أوجار، عضو المكتب السياسي والمرافق الجهوي لجهة الشرق. تصفيقات خير. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا السيد الوزير، السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي للحزب، السيدات والسادة النواب، أخواتي، زميلاتي، بناتي. أنا في الحقيقة اليوم بغيت نتوجه لكم انتم النساء اللي في الصفوف الخلفية. حنا السياسيين تعلمنا واحد العادات سيئة، كنجيو نخطبوا عليكم. الحقيقة كان خصنا نسمعوا لكم، لأنه سي عزيز أخنوش الميزة ديال المنهجية ديالو اللي حكمت الحزب وتدبير الحزب هو سياسة القرب والإنصات والاستماع لكم. فإذا المداخلات ديال الزميلات ديالي والزملاء ديالي كانت غنية وثرية، وصعيب الإنسان يتكلم بعد وزير لامع وألمع، وزير مثقف سياسي محنك، وحنا فخورين. وأنا شخصيا فخور جدا لأنه السي مصطفى ربطتني به واحد العدد ديال المحطات في الحياة. حنا ملي بدينا السياسة نتوما صغار كان يقولوا لنا نتوما حزب إداري، نتوما حزب ديال الأغنياء، نتوما حزب ديال المخزن، وما عندكم حتى علاقة جدية بالضعفاء والأسر الضعيفة وبالمواطنات والمواطنين. حقيقة ملي سي أحمد عثمان أطال الله عمره أسس هذا الحزب، كانت هذه الصفة اللي أحزاب الكتلة، أحزاب اليسار وجهات متعددة حاولت لإسقاط التجمع. واليوم كتشوفوا أن احنا حزب ديال المغاربة، فيه الفلاح والغني والفقير والضعيف والمهندس والموظف والإطار كل تشكيلات المجتمع. كما كناش حزب ديمقراطي منفتح على فئات الشعب المغربي. واش هاد مصطفى بيتاس هذا البعمراني القادم من سيدي إفني غادي يكون نائب في البرلمان، غادي يكون مدير عام الحزب، واليوم غادي يكون وزير. إذا هذا الحزب حزبكم، وهذا الحزب اليوم وحنا في تيزنيت خصكم تشعروا أنه نتوما كلكم أخواتي الحاضرات كتحملوا واحد المسؤولية، لأنه اللي كيحكم واللي كيترأس الحكومة وكيترأس هذا الحزب هو ولدكم، هو خوكم، هو ولد تفراوت وولد تيزنيت سي عزيز أخنوش. فإذا أنا سعيد جدا أنه تنظيمات الحزبية ديالنا هنا في تيزنيت وسوس بصفة عامة مكنت أنه تكون نموذج للنجاح، نجاح تنظيمي، نجاح مؤسسي، نجاح سياسي، وحنا سعداء. فإذا أخواتي إخواني نطير على سي كريم وخا صاحبي
الله يرحم الحاج الحسين، لأنه كنت باغي نتكلم على الزنا وسبقني إلى ذلك. فالزنا حقيقة اللي خص واحد النهار كبيرة ديروا عليها فيلم، حقيقة كيفاش نجحت وكيفاش صمدت وكيفاش تكلم لكم سيدي. اليوم حنا هنا اللي باش نتفقوا واش كنديروا. سيدنا الله ينصرو، رغم كثرة المشاكل والملفات والأولويات قرر أعزه الله كأمير للمؤمنين أنه يفتح هذا الملف ديال مدونة الأسرة، ويفتح فيه نقاش وطني عميق، لأنه المدونة الأسرة ملف يرتبط مباشرة بإمارة المؤمنين لخصوصية وحساسية هذا الملف، لأنه كيتلاقى فيه الدين الإسلامي الحنيف ومقتضيات الشرع والنصوص والاجتهادات مع تطلعاتنا للنهوض بالمرأة ومع المقتضيات ديال القانون الوضعي. إذا محمد الخامس رحمه الله عمل أول قانون الأحوال الشخصية. المرحوم الحسن الثاني تدخل عدة مرات لتعديل القانون. وفي بداية العهد ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله كانت القضايا الحقوقية بما فيها حقوق المرأة في الأولويات. ونبغي نذكركم، وأنا كنت في الحكومة في ذلك الوقت حين تولى جلالة الملك حفظه الله مقاليد العرش بعد وفاة الملك الحسن الثاني رحمه الله، كان سي عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله أيضا حين تولى رئاسة الحكومة. وبغينا نفتحوا هذا الملف ديال التمكين القانوني والتمكين الاقتصادي للمرأة، ولم نوفق. وكاد هذه المحاولة أنه تخلق مشاكل عويصة في المرأة. إن كانت واحد الحكومة، واحد الحمولة حداثية، واحد الحمولة يسارية دافعت على تصورات، وكتذكروا كلكم كيف أن المعارضة ذيك الوقت والأحزاب المحافظة وجهات محافظة كثيرة خرجوا واحد المسيرة يسميوها الأدبيات مليونية الدار البيضاء، بمعنى مليون امرأة خرجت تتظاهر وتحتج وتناهض هذا المشروع. فكانت حكمة جلالة الملك حفظه الله أمير المؤمنين أن نعمل واحد اللجنة ونجحت في تأكيد على قدرة الفقه المغربي، على قدرة المؤسسة الدينية لإنتاج توافقات وطنية. إذن المدونة الأسرة اللي كنتحدثوا عليها هي نتيجة اجتهاد، نتيجة تميز مغربي، نتيجة نجاحنا الجماعي في تفعيل اجتهاد مكننا من أن نتقدم الرضا. وهنا في هذه الأرض المباركة لابد أن نقول أن فقهاء سوس على مر التاريخ دائما كانوا قدوة ومدرسة متأصلة في الاجتهاد. وغادي نرجع كذا السي عبد الله تكلم على الفتوحات الفقهية هنا في سوس، خاصة فيما يتعلق بالكد والسعي. أنا عارف أنتم متعبين وعيتوا وعقوبة آخر من يتكلم كتكون في هادشي. حنا نقولوا لكم يوم الدارجة هاد المدونة والاقتراحات ديال الحزب ستندرج في جوهر وصميم عقيدتنا وصميم الدين الإسلامي الحنيف. احنا مع كما يقول القرآن الكريم، كما يقول الله سبحانه وتعالى الكريم وجعلناكم أمة وسطا. غادي نشدوا العصا من الوسط بواحد الاجتهاد جري، بواحد الاجتهاد ينتصر للمصلحة الفضلى للأسرة المغربية، للمرأة المغربية، للرجل المغربي الأول. فإذا نحن هنا
اليوم مع التنظيمات الحزبيه ديالنا هنا، مع الزينه، مع الاخوات كلهم، شنو المشاكل ديالكم مع المدونه؟ شنو اللي كيقصحكم في هذه المدونه؟ شنو اللي مطيرها لكم في هذه المدونه؟ حيت المشكله العويصه شنو؟ ملي كنكونوا حنا جالسين في الرباط، ملي كنا كنديروا المدونه كنا نعتقد اننا جئنا بفتح عظيم. اي من بعد اقل من 20 سنه الممارسه اثبتت واحد العدد ديال القصور، وهذا شان القوانين الوضعيه. اذا ملي تنقولوا حنا حزب ديال الانصاف ديال المؤسسات، خصنا نسمعوا للفلاحه، كنسمعوا للنساء، المراه ملي كتطلق المعاناه، ولا ما طلقتش وصبرات على راجلها المعاناه اللي كتكون، هذا الشيء اللي خصو يتصلح. اذا لانه كنبقاو في الندوات وفي النقاشات دون ان نستمع لمن يعنيهم الامر. فاذا امامنا فرصه، وفرصه كبيره جدا في هياكل التجمع تحت قياده الاخت امينه بن خضره والمسؤولات الجهويات كلهم، باش نبلوروا اقتراحات يدافع عليها الحزب، نبلوروا اقتراحات نابعه من بيئتنا، اقتراحات منسجمه مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، ولكنها اقتراحات ايضا عندها واحد الحموله لرفع التمكين القانوني والاقتصادي للمراه وللجواب على كثير من المشاكل والاشكالات. فاذا هذا سي عزيز اخنوش ابنكم، هذا التنظيم الجديد ديال الحزب كيحملكم المسؤوليه، وهذه مسؤوليه ديال السي الغازي، مسؤوليه ديال السي كريمه شنقلي، مسؤوليه ديال التنظيمات. اذا نتوما اللي كيخص تقولوا للنواب ديالنا والنائبات ديالنا شنو الامور، واش تزويج القاصرات كيناسبكم ولا ما كيناسبكمش، ولا كيخص نفرضوا انه السن ديال الزواج لابد يكون 18 سنه. مشاكل ديال الولايه ديال المراه المطلقه، ونقول لكم راه لابد تخدموا في هذا الشيء، لانه القانون وحده ما كيحلش المشاكل. انا ملي كنت في وزاره العدل وسعنا واحد الصندوق سميتو صندوق التكافل العائلي. هذا صندوق التكافل العائلي من الصناديق اللي عامره فلوس الان، لانه ما كيتصرفوش. هذا الصندوق يحل محل المطلق اذا ما اداش النفقه، يحل محله كيؤدي النفقه للمراه والوليدات ديالها، ولكن فاذا القانون ما كيحلش. ولذلك الشيء انا متفق مع مصطفى بيتاس على التمكين الاقتصادي. فاذا هذا واحد المجال من مجالات العمل. ثانيا، ثم البنات اللي شابات واللي مازال ان شاء الله كيخص يكون عندكم الثقه ان هذه الحكومه غادي تنجح، وان سي عزيز اخنوش غادي ينجح، وانه في نهايه الولايه ان شاء الله غتكون نتائج، لانه احنا مع النصر جينا في ظروف دوليه واقتصاديه ومناخيه اللي ماشي سهله. قياده واحد الحكومه راه خصكم تشوفوا ملي كتفيقوا في الاخبار وكتشوفوا نشرات الاخبار، الدول اللي كطيح، الدول اللي رغم الغاز ورغم البترول رغم ان عندها الخيرات، الحليب ما عندوش، المطيشه ما كاينش، الحريه ما كاينش. فاذا احنا تحت توجيهات جلاله الملك واستلهاما للفكر الاصلاحي لجلاله الملك غادي نسعاو باش تنتصر الحقوق، حقوق المراه، ولكن باش تنتصر كل الحقوق، الحقوق الفرديه، الحريات الشخصيه والعامه. وبغيت نفتح واحد القوس باش نقول اننا احنا ضد كل اشكال الحجر على حريه الفكر، الحجر على الفن، الحجر على الابداع. بغيت نقول لصديقتنا الفنانه الكبيره فاطمه عبرانت اننا نحن معك وبجانبك ونتضامن معك ونناصرك، وكنصر الفنون. وانا شاهد على النضال البرلماني للفنانه الكبيره اللي ما كانش في البرلمان، وانا سعيد جدا انه
من هذه المنطقة عطاتنا فنانة أخرى، عطاتنا الأخت كليلة بن عيلات. هذا الحزب دائما يقدر الإبداع، دائما يقدر الفنون، وعندنا فاطمة خير كذلك فنانة كبيرة مقتدرة. احنا بغينا نعطيو واحد المكانة للثقافة، واحد المكانة للإبداع، واحد المكانة للحقوق وللحريات. فإذا كنجتمعوا عندكم وانتم كترأسوا هذه الحكومة من خلال ولدكم وحكومة عزيزة خنوش. كيخص هذه الحكومة توجد فيكم السند، توجد فيكم الدعم، كل مرة فيكم في أسرتها، في تعاونيتها، في حقلها، في بيعتها، تكون فخورة بإنجازات هذه الحكومة. احنا عهدنا الله وعهدنا المغاربة وما زلنا عند تعهداتنا، وغيجي الموعد باش نجيبوا الحساب ان شاء الله، وباش تكونوا فخورين وفخورين جدا انه نهار اللي يمكن الله سبحانه وتعالى واحد من ابناء هذه المنطقه انه الاداء ان شاء الله غادي يكون اداء في مستوى طموحاتكم وفي مستوى طموحنا. فاذا مع الاخت زينه لازم تبرروا الحومات ديالكم في القرى في المداشر. شنو هي المطالب ديال النساء؟ شنو اللي بغاو يتصور؟ لانه هذا هو الانصات، هذا هو الاستماع، هذه هي سياسه القرى، وهذا هو مشروعنا السياسي. لانه شنو مشروعنا السياسي؟ مشروعنا السياسي دورنا المغرب كله، وسمعنا للناس، سمعنا لمعاناة الناس والهشاشة في الصحة، في الرعاية الاجتماعية، في التعليم، وبررنا في المشروع. حنا الآن كنجدوه في ظرف قياسي، كنجزوه بنتائج مذهلة. راه اليوم ما كتقدروش الحجم ديال هذه النتائج. راه المشروع الملكي للرعاية الاجتماعية الذي تنفذه حكومة عزيز أخنوش بواحد التعبئة استثنائية، وهو مشروع تاريخي، مشروع كبير هذا باعتبار المغاربة كلهم، إضافة إلى كل المشاريع الأخرى. إذا الأخوات هذه المنطقة بفقهها، هذه المنطقة ببطولاتها الاقتصادية، بإنجازاتها الاقتصادية. الله يرحم الحاج بشا والله يرحم الحاجة شنبلي، كيفاش هاد الناس من لا شيء صنعوا ثروات. واليوم عندنا فرصة معكم وبكم باش نعاونوا السي عزيز وباش نعاونوا هذه الحكومة، لأنه احنا هدفنا بسيط جدا، وأن ننجح في ترجمة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإحنا على كل الوجهات. إذا اليوم غادي نخرجوا من هذا الاجتماع ونحن ننتظر منكم المساهمات، ننتظر منكم الاقتراحات، ننتظر منكم أن تحولوا الحزب كما نريده إلى منتج للأفكار، منتج للقيم. هذه السياسة ديال القوانين كتعمل في الرباط وفي البرلمان، الطموح ديالنا هو نطورها باش تجي اقتراحات من مغرب العمق، من كل مناطق المغرب. إذا هذا المؤتمر 11 السبت الماجي غنعملوه في الجهة الشرقية، والمؤتمر 12، ومن بعد غنمشيو مع الأخت أمينة إلى قمة مراكش. إذا في هذه القمة كيخص الأمور ديالنا تكون تبلورت، الأفكار ديالنا تكون بنت باش نسلموها للإخوان والفريق والوزراء ديالنا في الحكومة باش يدافعوا. وبغينا أنه هذه الأفكار تكون نابعة منكم، نابعة من مجتمعنا بكل تنوعه وثرائه وغناه. وبغيت من هذه المدينة ذات التاريخ العريق واللي قبائلها قبائل مقاومة، نقولوا في هذه المرحلة التي بلادنا مستهدفة، لأنه كثير كيحسدونا على الاستقرار، كيحسدونا على الانسجام، كيحسدونا على الإنجازات وعلى التنمية اللي محققة بلادنا.
إذا نحن محاصرون بجهات معادية، إما من الجيران أو دابا من أوروبا، من البرلمان الأوروبي، من أطراف أوروبية. اليوم خصنا نوجهوا هذه الجماعات المناوئة رسالة واضحة أننا موحدون وراء جلالة الملك، موحدون وراء أمير المؤمنين، أننا ملتفون في جبهة داخلية مترصة لرفع كل التحديات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية إلى آخره. من الناحية الحزبية بغيت من تيزنيت، من مدينة رئيس الحكومة، من مسقط رأس ولد سي أحمد الحاج، أن نقول له أننا نحن مناضلات التجمع الوطني الأحرار ومناضل التجمع الوطني الأحرار، نساء شبابا ورجالا ومنتخبين ومهنيين وأطر، أننا نسانده بحماس، نسانده بقوة، نساند حكومتنا، نساند منتخبينا، نساند برلمانينا. احنا في مرحلة اليوم من هنا من تزنيت سنقولوا يا عزيز ارتاح واصل الكفاح، يا عزيز ارتاح سنواصل الكفاح، يا عزيز ارتاح سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح. سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح. أبرز من نفس المكان وبنفس المناسبة أن نقول أستاذ مصطفى بيتاس الوجود معنا هنا لكل المغاربة، لكل المواطنات والمواطنين، أننا لن نخذلهم، أن التعهدات اللي خديناها واللي عبر عليها البرنامج الحكومي سنتعبأ بكل قوانا وبكل الوسائل التي نملك لكي تجد التنفيذ الذي تستحق. شكرا للمرأة التجمعية، شكرا لزينة، شكرا لكم جميعا، ولتطمئنوا أنه في نهاية الانتداب لا تمشوا وجهكم أحمر عند الناس وعند المواطنين، لأن حكومة سعادة الحنوج ستكون إن شاء الله قد أوفت بكل عهودها وبكل التزاماتها. شكرا لكم والسلام عليكم.